السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله بفضل الله هنعمل كيكه ما شاء الله حلوه قوي. كيكه الزبادي بالشربات، اسفنجيه وطريه وهشه وطعمها اللهم بارك تحفه. تنفع بقى للفطور مع كوباية شاي، تنفع جايلك ضيوف، تنفع لولادك فرانش بوكس. اللهم بارك. تنسوش بقى اللي مشتركش في القناة واللايك الجميل وتعليقاتكم الجميلة. وقبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. المقادير بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك: كوباية زيت، كوباية لبن، كوباية سكر، 4 بيضات، معلقة ونص بيكنج باودر، كوباية زبادي، 3 كوبايات ونص دقيق، وفانيليا طبعا. هنحط المقادير، هنجيب الدقيق وهنحط عليه يعني معادل باكو ونص، معلقة كبيرة، معلقة ونص كبيرة، وربع معلقة ملح، وهنقلب. دي المقادير الجافة على بعضها. الصينية اللي هنعملها دي حوالي مقاسها 35 في 20. حطينا كوباية السكر وكوباية الزيت، وهنستخدم المضرب اليدوي، واللي عايز يستخدم الخلاط يستخدم مضرب كهربائي يستخدميه، بس احنا اسهل طريقة. طريقة سهلة، طريقة المضرب اليدوي سهلة جدا، وممكن تعمليها ببساطة في متناول اي حد ممكن يعملها. ماشي. المقدار دوت كبير، ممكن تقسميه على 2، تعمليه بقى في صينية 22، في صينية 24. دوبنا بقى السكر مع الزيت وضربناه كويس. بعد كده هنحط ال4 بيضات بتوعنا. تمام. لو احنا عملنا في صينية صغيرة زي ما قلت لكم، هنقسم المقدار على 2، يعني هنستخدم بيضتين. والفانيليا حوالي معلقة فانيليا، ومعلقة خل، ايه المحسن الطبيعي بتاعنا اللي بيخلي الكيكة بتاعتنا هشة وطرية. وهنضرب المكونات بتاعتنا، واللي حابب قلت يعملها في الخلاط. نضرب كويس جدا. تمام ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هحط كوباية لبن وهضربها برضك. كل حاجة هحطها هبتدي هضرب تاني. وبعد كده هحط نص كوباية زبادي بلدي. انا جايبه كوبايه زبادي بلدي، ممكن تحطي كوبايه زبادي من بتاعه السوبر ماركت الصغيره. طب لو ما عنديش زبادي ممكن استخدم لبن رايب. ما عنديش لبن رايب هستخدم لبن عادي، احط نص كوبايه كمان، واعصر عليه نص ليمونه. تمام. يبقى بديل الزبادي. ضربنا كل المقادير كده. بعد كده اجيب الدقيق بقى اللي ضايفه له البيكنج باودر والملح اهو. زي ما اتفقت قلت لكم باكو ونص بيكنج باودر، يعني معلقه كبيره ونص، معلقه ونص كبيره. وطبعا انا بقى اللي حابب الكيكه دي اللي بتحط فيها اي مكسرات عندك بقى بتدعمها وبترفع الطعم بتاعها. وطبعا قيمتها الغذائيه، اي حاجه بتضيفيها في الكيكه بترفع قيمتها الغذائيه. لو ما فيش خلاص، انا حاطه سوداني مجروش اهو، ومحمصه نص تحميصه، وشويه جوز هند. ولو حطيت زبيب مش هتقول لا، اي مكسرات عندك مش هتقول لا. الكيكه دي ما شاء الله بحب المكسرات، فبيديها طعم، بيخليها طعمها تحفه. لكن لو ما عندكيش خلاص مفيش مشكله. اجيب بقى الصينيه بتاعتي كبيره اهي زي ما قلت لكم 35 في 20، وهدهنها بالسمنه او بالزيت اللي انت حابه تستخدميه. وبعد كده بقى هبطنها بالدقيق اهو. ما شاء الله دهنتها كويس زي ما انتم شايفين اهي. استخدمي بقى صينيه ألمونيا، سلس، بايركس اللي عندك، اي حاجه تسد اهي. وهو شويه دقيق كده اهو عشان نبطنها كويس اهو. ما شاء الله اللهم بارك. وهنفضها بقى كويس اهو. تيجي بقى بعد ما نفضها اجيب بقى الكيكه بتاعتي احطها في الوقت ده. هسخن الفرن لمده 10 دقايق على درجه 180 درجه، واحط الكيكه بتاعتي في الرف الوسطاني. الاول اخبطها كده خبطتين عشان تتساوى، طلع اي فقاقيع هوا. وبعد كده الفرن بتاعي سخن، قلنا بقى له 10 دقايق مشغلاه، واحطها في الرف الوسطاني زي ما اتفقنا على درجه 180 درجه. بعد كده هعمل الشربات بتاعي. تمام. دي كوبايه وربع سكر، وكوبايه كوبايه وربع ميه. انا حطيت ربع كوبايه ميه كمان. ولما تغلي على النار هحط عصره نص ليمونه والفانيليا بتاعتي. واول ما بعد تقعد لها 5 7 دقايق واروح شايلها. الكيكه طلعت من الفرن. ابتدي بقى باي بقى بشوكه، بعصايه الشيش، بخله، اخرمها كده بعد ما تهدى طبعا. بس الكيكه بتاعتنا ما شاء الله شايفينها مرتفعه وهشه
وطريه. وبعد كده الشربات بتاعي بقى اللي انا مجهزاه زي ما اتفقنا اهو. اهو كوبايه وربع، يبقى حطيت كوبايه سكر في الكيكه، كوبايه وربع في الشربات، يبقى الصينيه الكبيره دي كلها خدت مننا كوبايتين وربع سكر اهو. ما شاء الله اللهم بارك. هتشربهم طبعا كويس جدا، واللي حابب يحب الشربات زياده يعمل كوبايه ونص سكر، مش كوبايه وربع. دي لو انت حابه تكتري الشربات. بس كده ما شاء الله جاهزه اهي. بقى ايه، الصينيه بتاعتي جاهزه على ان اقطعها وعلى التقديم. ما شاء الله كيكه لذيذه وجديده طعمها جميل بصراحه. ايه طبعا الجو ابتدى يسقع شويه، محتاجين بقى كوبايه الشاي بالليل كده، او عايزين نفطر بيها حاجه خفيفه. ايه ما شاء الله اللهم بارك. الكيكه بتاعتي اسفنجيه وطريه وهشه وريحتها تحفه كمان اهو. ما شاء الله اللهم بارك. ما تنسوش بقى حبايبي، اهم حاجه بقى الدعوه الحلوه واللايك الجميل وتعليقاتكم الجميله، وتشيروها لحبايبكم واصحابكم، وت... اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، وتقدموها بقى لضيوفكم وتعملوها لولادكم في الجو اللي احنا فيه دوت. وما شاء الله اللهم بارك. واللايك جميل وتعليقاتهم جميله. بحبكم في الله، والسلام عليكم.